وسهلا بيكم في أول حلقة من بودكاست. يعني إيه لازم؟ طبعا أنا كنت ناوية إن أنا أعمل حلقة في الأول أشرح فيها البودكاست ده عبارة عن إيه. بس بعدين لما يعني حصل كمية شغل مرعب ولقيت إن الموضوع أكبر بكتير من إمكانياتي على التحمل، فسمعت كلام صحابي اللي قالوا لي لأ، ننجز. ليه بقى؟ لأن أصلا البودكاست شارح نفسه. بس أنا عايزة أديكوا بريف على أنا مين، وابتديت البودكاست ده إزاي قبل كده، وليه وصلنا للمرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي. قبل ما أتكلم أنا عايزة أرحب بيكوا في بيتي على كنبتي بالنوت بوك البينك بتاعتي، ستيكي نوتس بتاعتي. أهلا وسهلا بيكوا في بيت آل أبو دهب. ده اسم العيلة بتاع جوزي. طيب، أنا اسمي نورهان يوسف. أنا pharmacist باشتغل في corporate طول عمري. أم لطفلين، زوجة بقى لي 10 سنين تقريبًا. زي أي بنت في الدنيا، مش مختلفة في أي حاجة. عندي شوية حاجات هي اللي بتميزني، زي ما كل البنات عندهم شوية حاجات، زي ما كل بني آدم في الدنيا عنده حاجات بتميزه، ودي الedges بتاعته. من الحاجات المميزات بالنسبة لي اللي أنا باحبها جدًا في شخصيتي، هو إن أنا باحب أعمل 14,000 حاجة في نفس الوقت. I enjoy جدًا إن أنا أجرّب حاجات جديدة، وإن أنا أستكشف مواهبي هنا وقدرات هنا، حاجة تفشل عادي، حاجة تضبط عادي. أنا باتبسط جدًا وما عنديش موضوع الentry اللي هو اللي بيمنع ده في الأول. لأ عادي، ما عنديش أي مشكلة خالص. آآ فكرة البودكاست جات منين؟ والله هاكون صريحة معاكم جدًا لإن إحنا مش غُرب، وعشان أنا عندي هدف في البودكاست ده تحديدًا، إن هو يكون المساحة اللي أنا فيها على طبيعتي 100%، من غير أي تمثيل، من غير أي over، بدليل أنا قاعدة على الكنبة حرفيًا. البودكاست ده فكرته جات إزاي؟ أول حاجة أصلًا أنا لا كنت يعني ما كنتش عارفة يعني إيه أساسًا، يعني إيه إن أي حد كده ممكن يبتدي بودكاست يا جماعة، وإيه ده عالم في الميديا والكلام ده كله. كنت خارجة مع واحدة صاحبتي في يوم من الأيام وقالت لي إن هي ابتدت بودكاست كده من البيت. فباقول لها: "إيه ده فهّميني أكتر." وبتاع. قالت لي إن هي بتتكلم وإن هي بتعمله حاسة إن هي عايزة تتكلم في مواضيع. فابتدت فكرة البودكاست، عملت الصورة في البيت وابتدت تسجل لنفسها في البيت فإيه ده، فالفكرة إيه، نوّرت في دماغي. وعشان أنا ADHD I work on dopamine. فالدوبامين هو اللي بيحرّكني. فقُلت لها: "يالّا بينا نعمل واحد." بس عشان أنا I was so excited، وعشان أنا باتحرّك بسرعة جدًا، وإن أنا لمّا باحُط حاجة في دماغي بابقى عايزة آخُد فيها خطوات، ما عنديش حتّة التأنّي والصبر اللي عند الناس دي. حاجة أنا باتعلّمها، بس أنا باعتبرها ميزة وعيب في شخصيتي صراحة. ميزة إن أنا على طول عندي إن أنا أوصل للحاجة أهَم من إن أنا أبقى perfectionist. وعيب في إن أنا ساعات كتير باخُد يعني decisions غلط. زي ما قُلنا إحنا قاعدين في البيت، فعادي أنا يعني أنتم مش غُرب دلوقتي بالنسبة لي. فأنا هاكون صريحة جدًا، جدًا معاكم. بس الموضوع ده كان السبب في نجاحات كتير في حياتي، لإنه بيخلّيني أجرّب وكإني ما أعرفش حاجة عن الموضوع، أجرّب بعين explorer. والموضوع ده له حلاوة كبيرة جدًا. يمكن في يوم من الأيام هنتكلّم مع بعض في حلقة من الحلقات على القصة دي. هوب نور قررت تعمل حاجة لوحدها. ليه بقى؟ لإن أنا دايمًا حاسة إن أنا عايزة حاجة، يعني especially لمّا السوشيال ميديا دخلت حياتنا آخر كام سنة، وبعدين كمية الexposure اللي بقينا فيه. فأنا حاسة إن أنا بيبقى عندي، أنا شخص طول عمري opinionated جدًا، ودي حاجة كنت بانتقد نفسي عليها زمان، بس بطّلت أنتقد نفسي عليها دلوقتي، لإن ده شخصيتي، هي دي شخصيتي. أنا عندي رأي وعندي طريقة تفكير. وبعدين خاصةً إن أنا السنتين الأخرى من حياتي طريقة تفكيري اتغيرت في كذا حاجة، وده كان له positive impact عليَّ في حاجات كتيرة جدًا في حياتي. فقررت إن أنا I have my own voice, I have my own space. بس الrules اللي أنا حطيتها لنفسي إن من الحاجات اللي أنا I will make sure إن هي تكمّل معايا من أول يوم هابتدي البودكاست ده لحد آخر يوم، هو إنه يكون أنا بكل حاجة، يكون أنا بشخصيتي بكل جوانبها الpositive قبل الnegative، الnegative sorry قبل الpositive، علشان يعني منها ده يشجّعنا كُلّها ويخلق safe space للناس إن هي عادي تبقى تشارك إن هي مش perfect، والعالم الperfect اللي إحنا عايشين فيه ده نبطّل نعيش فيه بجد. لأ، embrace عادي إن إحنا عندنا عيوب زي ما عندنا مميزات، عادي جدًا، وبنشوت وبنضحك على نَفْسنا in the process and everything is fine.
فأنا I'm going to do this زي ما أنا بالضبط، من غير ما أمثّل أي حاجة، من غير ما أعمل حاجة لإن هي لازم تتعمل، بس عشان أنا باحب كل حاجة تبقى يعني باحب أجيب الحاجة لحد آخرها، لمّا باخُش في أي موضوع باحب أجيبه لحد الbottom بتاعه. عملت إيه، ابتديت podcast كده، قُلت أنا هاجرّب، وفعلًا ابتديت my own podcast كان اسمه يعني إيه لازم، هو اسم بيشرح نَفْسه. أنا هاتكلّم في الpodcast ده على حاجات إحنا ماشيين في حياتنا، بتحصل في حياتنا بسبب بسبب المجتمع اللي إحنا فيه، بسبب الديانة، بسبب whatever it is إحنا ماشيين فيها بس الحقيقة إن هي اللي ماشية بينا، مش إحنا اللي ماشيين بيها. ندردش مع بعض في مواضيع، نُقف، هادّيكم فكرة كل حلقة. الفكرة الpodcast ده it's أنا بس at least so far أنا ده اللي أنا بافكّر فيه إن هو يبقى أنا بس. كل حلقة هادّيكم فكرة صغيّرة تفكّروا فيها. والله resonated كان بها وألف نهار مبروك. يمكن دي تكون سبب في تغيير. didn't resonate ما اقتنعتوش عادي جدًا، أهم حاجة إن أنتم تكونوا اتبسطتوا وأنا اتبسطت والدنيا تمام. تمام، بدأت podcast مع نفسي، بس من غير ما كانش فيديو، كان audio بس، وعملت كام حلقة وكنت بابعتهم لصحابي القريبين، actually مش بابعتهم أنا باجبرهم يسمعوهم عشان خاطر يقولوا لي feedback، وكنت حرفيًا باقعد آخد الfeedback تك، 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 مين قال إيه وهimprove الprocess إزاي. فلو أنت أول مرّة تشوفني فشكرًا جدًا، يعني لو أنتم أول مرّة تشوفوني فيديو، فأنا مبسوطة إن أنتم شايفينّي فيديو، لإن أنا ما كانتش دي النيّة إن أنا أطلع فيديو، أنا كنت في الأول طالعة audio بس. ولو أنتم شُفتوني قبل كده أو سمعتوني قبل كده، فأنتم أكيد من ال10 صحابي اللي أنا أجبرتهم يسمعوا الpodcast ده أول ما طلع، ولإني باحب آخُد كل حاجة زي ما قُلت لحد الآخر، فأنا قررت إن أنا أعمل ده the right way، أطلع فيديو، أطلع audio، أطلع على المنصات، أحضّر hints بقى الnotebook بتاعتي بقى ومحضّرة points هاتكلّم فيها، وبس again مع إبقاء ده في أنا، في لمستي أنا، بعيدًا عن حاجة مش أنا. وعشان كده أنا ابتديت وأصرّيت إن أنا أول season أبقى في البيت على الكنبة، زي ما فكرة الpodcast دي طلعت لي بعد ما نيّمت الولاد في يوم من الأيام، ولقيت إن أنا عندي 2 hours spare كل يوم بدل ما أقعد أبِنج على Netflix، لأ 2 hours spare وأقعد أعمل فيهم حاجة ليّا وأسجّل، وكنت باسجّل في الوقت ده. زي ما قررت تفضل السيم دي موجودة وتفضل نور بالفابريك الطبيعي بتاعها، وI resisted كل الأفكار وكل الرغبات اللي كانت مخلّياني هاموت وأصوّر في استوديو. بس سمعت نصايح صحابي إنه اهدي كده وكل حاجة جاية، وإن شاء الله إيه من أحسن لأحسن. فإن شاء الله ساعدوني يعني إنه يعني إن شاء الله by the time الحلقة دي تنزل وأشوف نفسي فيها، وأشوف بقى لبسي وأشوف الكنبة وأشوف الكلام ده ما يحصلّيش cringe. ولو حصل لي cringe فأنتم إيه، طبطبوا عليَّ وقولوا لي لأ أنتِ كان شكلِك حلو والكنبة كان شكلها حلو وكل حاجة كانت تمام. تمام، تمام. طيب هنبتدي النهارده أول حلقة من podcast يعني إيه لازم. أهلًا وسهلًا بيكم في أول حلقة من podcast يعني إيه لازم، أول حلقة بجد بقى، دلوقتي إحنا أول حلقة بجد، أوكي؟ الموضوع اللي أنا هاتكلم فيه النهارده هو يعني إيه لازم أبقى دكتورة ومهندسة عشان أحس إن أنا ليّا قيمة في المجتمع. disclaimer صغير هو أنا صيدلانية by default يعني بالدراسة وبالشغل بس مش باشتغل صيدلانية، بس باشتغل في corporate في الفارما طول عمري، بس هنيجي للنقطة دي بعدين. أول حاجة عايزة أتكلّم فيها، يا جماعة يعني من 20 سَنة فاتوا مثلًا كده إحنا كُلّنا millennials، أنا هاعتبر إن أنا هassume إن إحنا كُلّنا اللي بتتفرّجوا عليّا أنتم millennials تمام. millennials ده يعني أنتم مثلًا بدأتوا مدرسة من 20 سَنة مثلًا، يعني نقول من 20، 25 سَنة كانت السِن اللي إحنا ابتدينا نتكلّم فيه، وابتدى يبقى في سؤال عايز تطلع إيه يا حبيبي؟ بس كان ساعتها في زماننا إحنا الإجابات الوحيدة اللي كانت مسموح بيها ومقبولة في مجتمعنا هي أنا عايزة أطلع دكتور أو مهندس، لإنه اللي كان بيقول حاجة تانية غير دكتور أو مهندس ما كانش بيكمّل تعليمه. تمام؟ طيب
ابن عمتك اللي سافر أمريكا عشان بقى دكتور مش أحسن مننا، لازم تبقى شاطر زي ابن عمتك. لو أنت بتكون بترسم كويس أو بتعرف تكتب كويس أو بتعرف لو أنت عندك أي مواهب أو أي أحلام تانية، لأ الأحلام دي بتتحط في درج الهوايات، ما ينفعش إن هي تطلع من درج الهوايات وترتقي لمرتبة الوظيفة. لإن إحنا كُلّنا عارفين إن الوظيفة دي لازم تكون حاجة ليها رونق، دكتور، مهندس، ممكن ضابط، يعني ممكن ضابط لو أنت ولد يعني، لأ بس أنا بالنسبة لي ما كانش في option الضابط ده، هُم دول ال3 اللي كانوا إيه، البيرول المجتمع، هُم دول اللي هُم كان the finest of people هُم دول بس. طب وماما بقى تخش مثلًا عليكِ في يوم من الأيام تقول لِك يعني أنا دلوقتي لمّا يبقى عندي 60 سَنة وركبي توجعني ومين يعالجني؟ يعني أساس إن المستشفيات قصّرت، وعلى أساس إن التأمين الصحي قصّر يعني هتسيب دكاترة البلد افرض طلعتِ دكتور فاشل، ساعتها هتحطّي نَفْسِك تحت إيد دكتور فاشل مثلًا. بس هي دي الحاجات اللي إحنا إيه، اتعوّدنا إن إحنا نسمعها، لحد ما بقينا تقريبًا كُلّنا دكاترة مهندسين، حرفيًا إحنا بقينا كُلّنا دكاترة ومهندسين. طب هل يعني أهالينا كانوا فاكرين إن هُم بيأذونا لمّا عملوا كده؟ الإجابة لأ، أهالينا كانوا فاكرين إن هُم بيعملوا الأصح لينا، كانوا فاكرين إن هُم فعلًا كده عايزين مصلحتنا. ليه بقى؟ لإن زمان كان الأمان أهم من الأحلام. يعني إيه الأمان أهم من الأمان رقم 1، يعني لازم تشتغل وظيفة تأمِّن لك أمان، تفتح لك بيت، تدخّل لك دخْل كويس، تكون فيها respected. ليه؟ لإن زمان أهالينا كانوا بيفكّروا إن الأحلام دي رقم 2، يعني ممكن ما تجيش أساسًا في الكلام، الأهم هنا هو إن أنت أو أنتِ تكونوا في وظيفة توفّر لكم أمان، وتوفّر لكم دخْل كويس، وتوفّر لكم مكانة في المجتمع، غير إن التعليم زمان ده كان حاجة نادرة، يعني ما كانش common خالص، ففعلًا كان اللي بيطلع دكتور أو مهندس ده كان حد استثنائي، يعني حد عبقري. كمان إن الطب والهندسة زمان ما كانوش مجرد وظيفة، ده كانوا رمز، رمز إن أنت رفعت راس أهلك، إن أنت ذكي جدًا، شاطر جدًا، إن أنت نجحت، إن أنت تفوّقت، إن أنت فعلًا قفّلت اللعبة. طب هل الكلام ده ينطبق على عصرنا دلوقتي؟ هل الدكتور والمهندس هما الوظيفتين الوحيدين اللي بيدّوا مكانة وبيدّوا مستوى اجتماعي كويس، ومنهم نقدر إن إحنا نفيد الناس ونفيد البشرية؟ الإجابة لأ. على مدار ال50 سنة اللي فاتوا ويمكن أكتر كمان، ظهرت مجالات كتيرة جدًا، جدًا، جدًا أثبتت للبشرية ولأهالينا إنه لأ، إنه الموضوع مش إيه الوظايف اللي ليها مكانة وهتدّيني مكانة والشهادة اللي أنا هاعلّقها على الحيطة، الموضوع هو أول حاجة أنا مين، أنا إيه شخصيتي عاملة إزاي، أنا شاطر في إيه، الفكرة مش أنا عايزة أطلع إيه، الفكرة أنا شاطر في إيه، لإن أنا لو أنا شاطر في إني باعرف أعمل arts and crafts باعرف أعمل حِرَف كده بإيدي، ممكن آخُد الحرفة دي للعالمية زي عزة فهمي كده مثلًا، إنّما أنا لو أنا شاطر لو أنا جيت I judged سمكة إن هي تطلع الشجرة زيّها يعني I judge قدرة السمكة على إن هي تطلع فوق الشجرة زي القرد، أنا كده هابقى باظلم السمكة، ولو I judged القرد على إنه يعوم زي السمكة، هيفضل طول عمره فاكر إن هو فاشل، السمكة ربنا خالقها إن هي تعوم. والقرد ربنا خلقه إن هو يطلع على الشجرة، فأنا حاسة يعني أنت لو إحنا قضّينا حياتنا كلّها إحنا كل ده كنا بنسأل السؤال الغلط، مش أنا عايز أطلع إيه، أنا شاطر في إيه؟ طه حسين لو طول عمره كان فاكر إن هو فاشل عشان لا طلع دكتور ولا طلع مهندس، ما كانش التعليم بقى مجاني في مصر. تشارلي تشابلن ما عالجش ناس في مستشفيات ولا أنقذ مرضى
لكن أنقذ ملايين الناس من الكآبة والحزن. والت ديزني كان رسّام، كان رسّام. أم كلثوم لو كانت عاشت حياتها كلّها حاسة بفشل إن هي مغنية مش دكتورة ولا مهندسة، ما كانش في أم كلثوم اللي إحنا كلّنا نعرفه. طيب، دلوقتي أنا عايزة أدّيكم مثال. لو أنت أو أنتِ هاقول مثلًا لو أنت دكتور طول حياتك ما كنتش تتمنى إنك تطلع دكتور، وده على فكرة مثال حد أنا أعرفه عن قُرب. حد بقى دكتور، بس هو طول عمره نِفْسه ما كانش يطلع دكتور. ليه بقى دكتور؟ عشان أهله عملوا معاه كل اللي أهالينا عملوه معانا، بقى طبيب بشري، بس هو كان نِفْسه يطلع software engineer أو تحديدًا video game developer. هو شخصيته مش شخصية social أوي، أكتر حاجة بتطلّع منّه output لمّا بيكون قاعد لوحده على لابتوب هو single contributor. حَب جدًا الsoftware، حَب جدًا الحتّة دي، بس ما كمّلش لإن هو اتقال له إن هي هواية ولازم تفضل هواية وأنت لازم تكون دكتور. البني آدم ده fast forward بيعمل فلوس، بس بيتعرّض لكمية stress مرعبة كل يوم. اتحط فجأة يعني من شخص مش بيحب إن هو يتعامل مع الناس أوي، مش بيحب إن هو م م م شخصيته مش هات وخُد، بيعرف يتحمّل فيها stress، بيعرف إن هو يmitigate الكلام ده. لأ، اتحط فجأة in a very high stressful environment. المفروض إن هو يتعامل مع مرضى، يتعامل مع دكاترة. مش هاقول إن هو دكتور فاشل، لأ، بيعمل الminimum. ما حدش بيموت منّه. بس مش بيعمل extra، بيعمل الminimum، بس بيروّح كل يوم بيته مُنهك overwhelmed بشكل مرعب، مش قادر، مش شايف قدّامه، وبينام كل يوم وهو dreading اليوم اللي بعده، بس مستمر في الحياة دي علشان مستواه الاجتماعي مُعتمد عليها، وعشان خلاص هو بقى دكتور. الناحية التانية مُدرِّسة teacher. مجتمعنا عادي بيشوف الناس دي عاديين، عاديين جدًا، جدًا، جدًا. هي بقى بالنسبة لها بتصحى كل يوم excited جدًا. maybe هي مش بتاخد فلوس كتير زي الدكتور، بس هي بتصحى excited جدًا، متحمسة جدًا إن هي تشوف الولاد، عندها social battery تخلّيها تقدر تتعامل مع أطفال صغيرين. بتget excited جدًا لمّا تلاقي طفل مثلًا ما كانش بيعرف يقرا من شهرين وبقى بيعرف يقرا دلوقتي، حد شخصيته اتغيّرت، بتروّح البيت وهي مبسوطة ومرتاحة، راضية جدًا عن نفسها، حاسة إن هي أنجزت. وبتنام كل يوم وهي مبسوطة جدًا وexcited لليوم اللي بعده. سؤالي هنا ليكم لمّا أنتم لو اللي بتسمعوني، مين فيهم أنجح من التاني؟ ومين فيهم بينام بالليل وهو مرتاح وراضي عن نفسه؟ ردكم على السؤالين اللي فاتوا دول من وجهة نظركم أنتم والّا من وجهة نظرهم هم؟ أنا صيدلانية، عِشت حياتي كلها متفشخرة جدًا بفكرة إن أنا صيدلانية. من أول ما كنت في الكلية وأنا باتفشّر أوي بالموضوع ده، وشايفة إن هو أصل ده خَصِّني كده وسط فئة معيّنة من الناس، لحد ما ربنا أراد إن أنا ما اشتغلش في الصيدلا في الص صيد في صيدلية يعني، بس اشتغل في حاجة ليها علاقة بالpharma. أوكي، لحد فترة قريّبة جدًا أنا كنت باتفشّر جدًا بالموضوع ده، بس بطّلت أحس إن فعلًا هو ده اللي بيدّيني مكانة. ليه؟ لإن الدنيا علّمتني إن ياما الحياة فيها ناس دكاترة ومهندسين، بس هُم on a personal level ناس سيئين جدًا. إن الشهادة مش اللي بتدّي المكانة خالص ولا بتدّي الاحترام خالص. أنت كبني آدم، أنتِ كبني آدمة، لو أنا ما أعرفش وظيفتِك، لو أنا ما أعرفش لقبِك، لو أنا ما أعرفش آآ مستواكِ الاجتماعي، أنا إيه اللي هيخلّيني أحبِّك واحترمِك؟ لو دخلنا أوضة كُلّنا وإحنا group of people وقُلنا هنتعرّف على بعض، بس من غير ما تقول لي لقبك، وظيفتك، شهادتك، ولا مستواك الاجتماعي. أنا إيه اللي هيخلّيني أحترمك وأحبك وأعرف إن أنا ممكن أكمّل معاك relationship أو يبقى في بيننا صداقة أو معرفة أو whatever؟ إيه الحاجة اللي أنتِ هتقوليها لي عنِّك اللي هتبهرني أو هاحس إن هي حاجة واو؟ على فكرة ده مش سؤال سهل،
لإن إحنا أول حاجة بتيجي في دماغنا لمّا نتعرّف على حد، بنخش بالحاجات اللي إحنا إيه، بتدّينا head start. أنا باشتغل في كذا، أنا شهادتي كذا، بس إيه الvalues بتاعتك كبني آدم؟ إيه صفاتك كبني آدم؟ إيه your beliefs؟ إيه your values؟ احكِ لي عن كده، احكِ لي عن ده. I'm more interested هنا، لإن هو ده اللي بيdefine you، هو ده الحقيقي اللي بيdefine you، مش المكانة ولا الشهادة اللي بنعلّقها على الحيطة ولا الشغل. ليه؟ لإنه when all else fails، وده وارد جدًا إن هو يحصل، إيه الحاجة اللي ما حدش مستحيل يقدر ياخدها منّك أو منِّك؟ yourself، your values، your core. هنا الحتّة اللي إحنا لازم طول الوقت تفضل عينينا عليها ومركّزين عليها. كُلّنا سمعنا كلمة شغف، تمام؟ الشغف ده حاجة overrated جدًا. هل كُلّنا بنصحى كل يوم عندنا شغف؟ أيوه، يعني أنا عايزة أقول إيه، أنا الشغف بالنسبة لي هو الwhy. أنا مش باقوم كل يوم الصبح متحمّسة جدًا إن أنا أروح شغلي، بس أنا عندي why، أنا ليه باعمل الحاجة دي. لو ما عندكش why أو ما عندكيش why، ما عندكيش سبب، دَوّري على سبب، ودوّر على سبب، لإن هو السبب ده هو اللي بيشيلنا في الأيام اللي إحنا مش قادرين فيها إن إحنا نكمّل. لو بتشتغل أو بتشتغلي شُغلانة عندِك فيها سبب، عندِك فيها why، مش لازم تبقى ليها تبقى to make sense للناس كلّها، مش لازم تبقى make sense ليّا، مش لاز المهم إن هي making sense ليكِ، المهم إن هي مهمة عشانِك، بس كده. لو أنتم من الناس اللي فعلًا بيروحوا الشغل مبسوطين وعندهم حاجة بيروحوا عشانها، أنتم من الناس المحظوظين أوي. لأ ولأ، مش لازم تكونوا دكاترة ومهندسين، أنتم مش محتاجين تكونوا دكاترة ومهندسين عشان يكون عندكم سبب. السبب جدًا ممكن أكون إن أنا مبسوطة إن أنا أشوف مثلًا إن أنا في حتّة كده في شغلي باحبها جدًا، باقدر إن أنا use فيها my skills. أنا أقدر إن أنا أعمل أي حاجة من حاجة بسيطة. يعني أذكر في حد على الإنستجرام اسمه درحال، اللي هو ميلاد. ميلاد ده هو دلوقتي مشهورين جدًا، جدًا على السوشيال ميديا. حضرت له مرّة talk. هو أصلًا مهندس، وفضل من الحاجات اللي كانت موقّفاه على إن هو يكون content creator على السوشيال ميديا ويخش في حتّة الكوميدي دي، إن هو طالع من بيئة المهندس والدكتور اللي هو يعني هو عنده لازم يحُط value ولازم يadd value للناس، لازم أعمل قيمة ولازم أزوّد ما أعرفش إيه. وبصراحة الحتّة دي resonated جدًا، إن growing up من حتّة أنا دكتور أو مهندس، فأنا لازم إن أنا أضيف value ولازم أعمل قيمة، ما بتنسى إن الcomedian ده بيعمل قيمة، ما بيضحّك الناس. والله literally في ناس ممكن تكون بسبب فيديو بيعملوه، وبسبب إن هُم عندهم حِس كوميدي حلو، يخرّجوك من mood وِحِش أنت فيه. This is value. الموضوع كان very inspirational. فضل واحدة، واحدة يshift من الحتّة اللي هو فيها، لحد ما بقى full time content creator وcomedian وبيعمل فيديوز مرعبة حلوة جدًا، مضحكة جدًا. لو أنتم مش متابعين مش عاملين له follow، go and check him out. حاجة تحفة بصراحة، وreal example على go where your skills are and don't be shy about it. This is where فعلًا الvalue هتكون موجودة، لإنه ربنا ما اصطفاكش وما ادالكش الميزة دي والskill دي من فراغ، لأ هو اداها لك ميّزك بيها use it، use it. طيب لو أنتم بتسمعوني دلوقتي وأنتم لا دكاترة ولا مهندسين، فأرجوكم ما تحسوش إنه القطر فاتكم، لإن ما فيش أصلًا حاجة اسمها قطر، و والقطر المناسب بالنسبة لك غير القطر المناسب بالنسبة لي، والقطر ده مش بيوصل لحتة. لو أنتم بتروحوا الشغل وحاسين إن أنتم بتعملوا value في المكان اللي أنتم فيه، فأنتم من المحظوظين ويا ريتنا كلنا زيكم. ولو أنت أو أنت بتسمعني وأنت دكتور أو مهندس وحاسس كده من جواك، ودي حتة ما حدش يعرفها غيرك، حسيتوا من جواكم إن أنتم بتاخدوا الvalue بتاعتكم والمكانة بتاعتكم من الوظيفة ومن الtitle، فplease take a moment، راجعوا نفسكم for just a moment، واسألوا نفسكم أنا مين، أنا إيه،
لو ما عنديش title، لو ما عنديش واجهة اجتماعية، لأن هو ده the core value of who you are، مش الوظيفة، مش الشهادة اللي بنعلقها على الحيطة. وزي ما إيليا أبو ماضي قال: أعطي الحياة رضاية عن نسقها، فلتأتي ما شاءت من الأقدار، ما دمت في شغل أحب نجاحه، فلسوف أبلغ أيما أقداري. أنا نور، وأتمنى تكون الحلقة دي حطت شوية نور على حتة جواكم كانت محتاجة تطمن إن انتوا مش محتاجين ألقاب عشان تكونوا ناجحين، انتوا بس محتاجين تكونوا انتوا. أشوفكم الحلقة الجاية.